على عكس إيميل دوركهايم، اهتم ماكس فيبر بالجانب الفردي للمجتمع. إذا ناقشنا المذاهب الدينية أو الأنظمة السياسية أو الاقتصادية، فعلينا أن لا ننسى أنها مؤسسات متكونة من أفراد، ففي المحصلة نحن لا نرى أو نتلمس إيديولوجية، بل نتعامل مع الأفراد المنتمين لها وتأثيراتها عليهم. فالمجتمع بالنسبة لفيبر ليس أكثر من الأفراد الذين يكونونها، وكما قال: عندما نحاول أن نتلمس شيئا محسوسا فلن نجد سوى الأفراد، وما بينهم لا شيء سوى الفراغ. لم تتوقف المقارنة حتى هذا اليوم بين فكرتي هذين العملاقين دوركهايم وفيبر، فالأول عرف بالشمولية والاجتماعية، والثاني بالمنهجية الفردية. لم يصدف أن تقابلا لمناظرة أو حوار، ربما بسبب الأوضاع المتوترة التي سادت أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى. بالنسبة لفيبر، فإن التغييرات السريعة التي حصلت في القرون الأخيرة لم تكن تتعلق أبدا بالثراء أو توزيع وسائل الإنتاج، بل اعتقد أن التغيير الجذري في العالم هو التوجه نحو العقلانية أو التسويغ، حيث أن كل الثوابت والآراء القديمة أصبحت تخضع للمساءلة حول جدواها وشرعيتها. نذكر بما قلناه: الفرق بين ما عليه العالم وبين ما يتوجب أن يكون. لكنه أكد في نفس الوقت على أن الطبقية الاجتماعية لن تزول أبدا، بل ستستبدل النخبة بين جيل وآخر، ودائما هناك طبقة وسطى وأخرى أقل منها. لكنه وضع 3 نقاط اعتقد أنها سمات عصر التسويغ الذي نعيشه في زماننا: القابلية للحساب، كل شيء يجب أن يكون محسوبا لتجنب الأخطاء. التصرف المنهجي، يجب أن يكون العمل ضمن نموذج معياري موحد. التفكير، وهو التفكير كل ما يحصل ويشمل العمل والوضع المعاشي للعامل، وهي النقطة الأهم وكذلك أقل تطبيقا في أي نظام عمل. إذا كانت هناك مشاكل في أي منها فهو غالبا بسبب النقطة الأخيرة، حيث أن انعدام التفكير يسبب في تفاقم الوضع فيما يتعلق بالإنتاج والوضع الإنساني. لماكس فيبر 4 أنواع مما يسمى النماذج المثالية، لكن علينا أولا أن نستهل المناقشة بالذي كان يقصده بالنموذج المثالي. فالمثالية لا تعني حصرا الشيء الإيجابي، فمثلا لدى كل واحد منا وجهة نظر معينة عن كيفية عمل الطغيان أو الظلم، أي أن لدينا فكرة مثالية عنها، لكن هذا لا يعني أن علينا السعي وراء تحقيقها. وكذلك لدينا نماذج مثالية أخرى عن طريق عمل الخير والإحسان. عندما يحاول الباحثون وصف ما يدرسونه، فإنهم يقترحون نماذج لما يعتقدون أن له تأثير، ولا يضعون في نظر الاعتبار ذلك الذي ليس له تأثير. ولتقريب الفكرة، انظروا إلى هذا الكاريكاتير. بالتأكيد ستميزون من هو الشخص المعني بالرغم من عدم تصويره بشكل دقيق. هو نموذج مثالي لصفاته الأساسية والتي تكفي لتميزه عن البقية. لذلك النماذج المثالية لا تعبر عن الواقع، لأن الواقع معتم وضبابي وفوضوي. كل من بحث في علم الاجتماع كان يقع في فخ أنه يضع نماذج مثالية. فعلى سبيل المثال، أوغست كومت عندما شرح المرحلة اللاهوتية اقتصر على طريقة وصف واحدة للدين، لذلك كان عمله بعيدا كل البعد عن الحقيقة. كارل ماركس وضع نموذجا مثاليا لماهية الرأسمالية، ولاحقا وضع الحلول لكيفية إدارة الدولة وتوزيع الثروة والإنتاج بناء على هذا النموذج. ولهذا السبب الحلول التي وضعها تبين لاحقا أنها غير عملية. ادعى فيبر أن هذا ليس خطأ بالضرورة، بل هو أمر لا مفر منه. صحيح أن النماذج المثالية نتاج عقلك، لكن عليك أن تدرك أن عقلك محدود، وأن تكون مستعدا لتعديلها مع المعطيات الجديدة. فمثلا عندما ترى أحدهم ينادي بتقليد الغرب، اعلم تماما أن مشروعه سيبوء بالفشل، لأنه أخذ بالمثاليات، وبالتأكيد لن يتمكن الإحاطة بكل العوامل التي ساهمت في ازدهار الغرب العلمي والاقتصادي. وكذلك إذا درسنا تاريخ الثورات كالفرنسية والروسية أو الكوبية، ستجد أن كل منها مختلف تماما عن الأخرى من ناحية المسببات والظروف. إذا كان المطلوب دراسة هذه الثلاثة معا، يتوجب أولا أن نضع نموذجا مثاليا، ومن ثم تغييره باستمرار لحين التوصل إلى القاسم المشترك بينها. وكما ذكرنا في الفقرة السابقة من هذا الفيديو، فيغشتاين النظرية اختبار النظرية. كانت لفيبر عدة نماذج مثالية عن المنطق والبيروقراطية
وأنواع السلطة والرأسمالية. كانت هذه أدوات ساعدته في وضع وصف دقيق لهذه المجالات التي درسها، لنشبه الموضوع بالواقع الافتراضي في العالم الرقمي. فكل شيء فيه مثالي، لكن علينا لكي تكون لنا نظرة دقيقة إلى العالم الحقيقي أن نجرب نظرياتنا في الواقع الافتراضي، لا أن نعيش فيها.